ما هو رأيك بالإعلام العربي؟ رأيي بالإعلام العربي، الإعلام العربي غالبيته مسيس طبعا، يخضع لسياسة دول، حتى لو كانت خاص أو سياسات شخصية أو مصالح شخصية. والإعلام العربي أنا بكره فيه شيء واحد، إنه الإعلام العربي مقاييسه مختلفة تماما عن المقاييس الغربية. الإعلام الغربي كثير بحترم فيه، إنه بيقدر المذيعة والإعلامية حسب إمكانياتها العقلية، حطوا بين قوسين إمكانياتها العقلية، الثقافية، الفكرية، ومش والله كيف ملامح وجهها، كيف نظرتها، كيف تقسيمة جسمها. وأنا مرة صريحة لا حد يزعل. فلذلك وكل ما مر عليها العمر أكثر وأكثر بيشوف إن هي بتصير مثل التحفة المعتقة أو مثل الجوهرة، قيمتها بتزيد. ومو مهم كم تجعيدة طلعت ليها ولا إيش بتلبس، أهم شيء هي إيش بتقدم، إيش عندها من مخزون ثقافي على مر السنين، وإيش الخبرة اللي تجمعت بداخلها من خلال تجربتها من خلال السنوات. فبيقدروا هذا الشيء كثير، بتصير قيمتها أكبر ومكانتها بتتعزز أكثر وأكثر. بينما بالعالم العربي التقييم مختلف، الآلية أصلا مختلفة مع الأسف. فأتمنى أن احنا، طبعا مو الكل، أنا ما بعمم، أنا بقول الغالبية ولو كانت 99% الغالبية. فأتمنى هذه المقاييس ترتقي عندنا أكثر وما نخضع لرغبات المعلن. يعني بعض الأحيان أنتوا حتفهموا علي، بعض الأحيان بتشوفوا وقنوات بتكون ربما راقية ومرتبة، بتستغربوا إنه كيف مثلا مطلعين البرنامج الفلاني أو مطلعين المذيع أو المذيعة الفلانية، أو إنه في أشياء بتحسوا القناة أرقى منها أو التوجه أرقى. ولكن مع الأزمة السياسية هذه تولدت على أزمات كثيرة، منها أزمة اختيار البرامج. فإذا كان في المعلن هذا راح يدفع، راح يطلع البرنامج. لو كان في برنامجين، برنامج توعوي وثقافي وراقي وبرنامج تافه، بس البرنامج التافه عنده معلن والثقافي ما في معلن، أكيد حيشيلوا الثقافي على جنب وحطوه على الرف وحيجيبوا اللي عنده معلن. أكيد أنتوا فهمتوا هذه المسألة.